ذاهب إلى المسجد لأداء صلاة العصر، لكن هناك ذكر يسير ما راح ياخذ منك 5 دقائق. متابعين الغالين، ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر له أجر عظيم. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب. عدل 10 رقاب. وماذا أيضا بس؟ لا، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. فقط ذلك؟ لا. فقط ذلك؟ لا. ماذا أيضا؟ وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي. فقط ذلك؟ لا. الغالين، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. عجبتني حقيقة هذه الأبيات: لا تقصد المخلوق وربك أقرب، ومن قصد المخلوق لا شك يتعب. لا تسألن بني آدم عن حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.